السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي واخواتي، وحشتوني جدا. ركز معايا في الفيديو ده عشان في كذا موضوع كده هنتكلم فيه. اول موضوع اللي هبتدي بيه الكلام كله المعلق احمد الطيب. المعلق احمد الطيب اللي عمل سيناريو حوار، لا وكمان اللي هو ايه، تقدر تقول يعني عمل فيلم من خياله وفي نفس الوقت نفذه واخرجه وخلى المشاهدين كلهم يتفرجوا عليه. احمد الطيب اللي طلع يقول لك ايه؟ انسحاب النادي الاهلي بيدي 6 نقط لنادي الزمالك اللي ممكن ياخد مكانه في المركز الثاني ويوصل للمركز الثالث، وممكن النادي المصري يعمل مفاجأة ويكسب ويوصل للمركز الثالث، والنادي الاهلي ياخد المركز الرابع، والنادي الاهلي يشارك في الكونفدرالية ويكسبها ويقابل نادي الزمالك بعد ما نادي الزمالك يكسب دوري ابطال افريقيا اللي هو حامل اللقب، يعني قابل نادي الزمالك في السوبر الافريقي اللي هو حامل اللقب بتاع سوبر افريقي اللي هو اخر نسخه ليه بهدف ناصر منسي. انت متخيل الفيلم اللي هو عمله مع نفسه ده؟ تقريبا يعني ايه، كان ناقص اللي هو ايه، يا ناس يعني اللي انا عايز افهمه العقليات دي عايشه معانا ازاي؟ الناس دي موجوده في وسطنا ازاي؟ يعني معلش في الكلمه، يا عم هنعتبر انك انت مثلا خدت مركز تاني فعلا وشاركت في دوري ابطال افريقيا، انت دلوقتي بتقول انك انت هتاخد دوري ابطال افريقيا على اي اساس؟ هو انت فاكره مراكز الشباب اللي انت كنت بتقابلهم في الكونفدراليه؟ ده انت لما جيت وكان معاك نجوم تقريبا بيلعبوا كويس في 2020 و2021 و2022 و2023 خرجت منهم حصاله. انت معايا ولا مش معايا؟ يعني انت في 3 مرات بعد قضية قفشة خرجت من دور المجموعات، حصلت مجموعتك. انت دلوقتي المعلق احمد الطيب بتألف فيلم وبتخرجه وبتنتجه، وكمان جبت الممثلين بتوعهم وجبت البطل ناصر منسي، وان نادي الزمالك هياخد دوري ابطال افريقيا ثانية واحدة يا جماعة. ياش. معاكم دلوقتي. فانت دلوقتي عملت فيلم وسيناريو وحوار، وعملت الممثلين بتوعهم والابطال بتوعتهم، وكمان قلت ان الزمالك هياخد دوري ابطال افريقيا، مع العلم ان الزمالك ما خدهاش بقاله داخل على ربع قرن اهو. مش عارف انت بتجيب التنبؤات بتاعتك دي على اي اساس؟ وفي نفس الوقت انت في مخيلاتك في تاريخ النادي الاهلي شفت قبل كده ان النادي الاهلي ممكن يتنازل عن اي حاجة من اللي كتبها في البيان اللي اتعمل يوم المباراة بتاعة النادي الاهلي في مباراة القمة يعني؟ يا راجل ده قعدوا مع كابتن محمود الخطيب يوم المباراة الساعة 7. ده الكلام ده من لسان وصحفي انا بثق في كلامه جدا. قعدوا مع كابتن محمود الخطيب عشان خاطر يحلوا الازمه بتاعه المباراه والبيان اللي عمله كابتن محمود الخطيب. وفي الاخر كابتن محمود الخطيب قال كلمتين صغيرين، قال ان انا مش هلعب المباراه، يعني مش هلعب المباراه الا بتحكيم اجنبي. وكان في اللي هو البيان اللي هينزله النادي الاهلي، وهيبقى ايه، بيان بالمعنى الاصح مفيش اي حد من جمهور البليله يعرف يتكلم ويقول لك ليه النادي الاهلي رجع في كلامه. يعني الخطاب، يعني شوف بقى تفكيرهم وصل لحد فين عشان خاطر النادي الاهلي يلعب المباراه بالتحكيم. والنادي الاهلي خلاص قال هي لا، النادي الاهلي قفلها معاهم كلها ضبه ومفتاح. لو انت خلاص ما تجريش من كل حته، انا قلت البيان بتاعي، والبيان بتاعي وصل لكل جماهير النادي الاهلي او كل الجماهير المصريه، وفي الاخر انا مش هلعب غير بوجود تحكيم اجنبي.
تمام. في ناس بقى طالعه الايام دي بتقعد تتكلم ما تفهم لهمش اصلا هم بيفكروا ازاي ولا فهمهم ايه. بس اللي انا هقدر ان انا اقوله لك، انا قلت امبارح 4 اقتراحات ممكن يحصلوا عشان خاطر الدنيا تتحل. تمام. اللي هو اول حاجه الغاء الدوري. تاني حاجه حل الرابطه، واللي هو ده دلوقتي الحل. حل رابطه الانديه هو الاقرب في الوقت الحالي. تمام. يا اما المباراه تتعاد والزمالك هو قاعد، يعني مجلس اداره نادي الزمالك قاعد على موضوع اعاده المباراه دي، انا مش هعيد المباراه، انا كده خلاص بطالب بحقي 3 نقط اللي انا بتوع المباراه. يا اما النادي الاهلي ينزل دوري درجه رابعه، ودي عمرها ما هتحصل في تاريخ كره القدم. طبعا استاذ مهندس هاني ابو ريده، طبعا النائب، ولا نائب رئيس اتحاد الكوره اللي هو احمد مجاهد، نط من السفينه وقال انا كنت بجهز للاحتفال بتاع مش عارف الاتحاد الافريقي، وان انا مش عارف كنت بعمل ايه وبعمل ايه وبعمل، وماليش علاقه باللي حصل في المباراه دي. مع العلم ان هو اللي كان واقف في الموضوع وقال هو تحكيم مصر. يعني لما النائب احمد دياب راح اتكلم معاه وقال له ان احنا عايزين نجيب حكام اجانب، طقم حكام اجانب، فرد عليه قال له لا، هو تحكيم مصر، هو الحكم محمود بسيوني بالمعنى الاصح، وهم كانوا مصممين على محمود بسيوني. طيب انت دلوقتي وزير الشباب والرياضه دكتور اشرف صبحي لما جه يتكلم وقال لك ان احنا ممكن نجيب طقم حكام من السعوديه وفي خلال ساعتين كانوا موجودين، طب ايه لازمه ان اتحاد الكوره قبلها بيومين يقعد يقول لك الوقت ضيق مش هينفع نجيب حكام اجانب؟ انا بقول لك التبعات اللي حصلت ده، غير خد بقى الجديده بقى اللي هي تقريبا طرمشت في وش وشوش الزملكاويه، هو صلح مرتضى منصور مع كابتن احمد شوبير. طبعا مفيش حاجه بتيجي صدف، وكل حاجه بتيجي مترتبه. وطبعا مصلحه مرتضى منصور، المستشار مرتضى منصور، مصلحته ان هو يكون في جبهه النادي الاهلي في موضوع التحكيم المصري، لان هو طلع اتكلم وقال تصريح برضو جميل جدا لكل جماهير نادي الزمالك. انت دلوقتي لما يجي لك تحكيم مصري ويجي يظلمك في مباراة في الدوري، وتيجي دلوقتي تعترض على الحكم المصري، هتعرف انك انت تعترض؟ لا خلاص، لانك انت وافقت انك انت تلعب بالتحكيم المصري قدام النادي الاهلي اللي هي اهم مباراة قدام نادي الزمالك، وانك انت دعمت التحكيم المصري، وان هو الحكام المصريين فيهم نزاهة. ده اول تعليق من مستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق. وطبعا مصلحته ان هو مش عايز حسين لبيب يكون موجود في الاداره نادي الزمالك دي نهائي، حتى لو مش هو اللي هيقعد، سواء كان كابتن حسين لبيب او ممدوح عباس، اللي طول عمرهم في مشاكل مع مرتضى منصور من ساعه، وهو ده سبب وقوع نادي الزمالك. يعني ما تفتكرهاش ان هي حاجه حلوه. الفكره دلوقتي في ان النادي الاهلي قفلها لهم خلاص، ده بقى مفتاح. وانك انت دلوقتي يعني لما جم اللي هم اتحاد الكوره، مسؤولين عموما يعني قعدوا مع كابتن محمود الخطيب عشان يحلوها، وان هو ينزل بيان الساعه 7 قبل المباراه بساعتين ونص، وان هو المفروض البيان ينزل فيه ان عشان خاطر النادي الاهلي وعشان خاطر مؤازره الجماهير اللي راحت الاستاد من الصبحيه تمام. والنادي الاهلي هيلعب المباراه بس لسه هيمسك بقى حقوقه من بعد المباراه بعد ال 90 دقيقه ومش بعد ال 90 دقيقه. النادي الاهلي قال كلمتين، او كابتن محمود الخطيب قال كلمتين حلوين جدا. قال مباراة الاهلي والزمالك تتلعب وبعد ال 90 دقيقة نبقى نشوف ايه اللي هيحصل. يعني مباراة النادي الاهلي والزمالك تتلعب بتحكيم اجنبي، وبعد كده نبقى نشوف ايه اللي ممكن يحصل وايه اللي ممكن ما يحصلش. نادي الزمالك واقف على الموضوع ده. فايه اللي هيحصل وايه اللي هيتم ما تفهمش، بجد والله العظيم ما تفهم. بس هي الموضوع فعلا
قافله ضبه ومفتاح. وطبعا هنا ابو ريده واحمد مجاهد طالعين بيبينوا قدام الراي العام ان هم مش في دماغهم، لان الموضوع ملوش علاقه. انا كل الحكايه كلامي كله او المواضيع اللي تطلع مني من ناحيه التحكيم بس. يعني عايز تيجي تحاسبني حاسبني على التحكيم، انما المسابقات والكلام ده كله دي تحاسب فيها رابطه الانديه. وطبعا في كلام بيتقال ان في لعب بيتلعب على رابطه الانديه عشان خاطر احمد مجاهد يمسك رابطه الانديه. طلع امبارح ابراهيم المنيسي على قناه النادي الاهلي قال كلمتين جمال جدا. قال لك انا دلوقتي اروح احاسب احمد مجاهد على اي اساس وهو اصلا ملوش صفه؟ الحاجه الوحيده اللي انا ممكن ان انا اعملها مع احمد مجاهد ان انا اروح اعمل له محضر في الاسم، لان هو مفيش حاجه اسمها سحب ثقه بالنسبه له، لان هو موجود في اتحاد الكوره وهو ملوش صفه، مش منتخب بالمعنى الاصح. فالكلام كله رايح على مين؟ على هنا ابو ريده. وهنا ابو ريده مبين قدام الراي العام ان هو مش في دماغه. انا كل اللي يهمني موضوع التحكيم. يوم كابتن محمود الخطيب النهارده يطلع مع احد ذوي، يعني احد مشجعين النادي الاهلي اللي هم بتوع ذوي الهمم، ويتصور معاه ويضحك ولا اكن في حاجه اصلا بتحصل والدنيا ماشيه زبادي خلاط مع النادي الاهلي. فكابتن محمود الخطيب قفلها لهم ضبه مفتاح، اللي هو من الاخر بعد ال 90 دقيقه بتوع مباراه القمه بعدها نبقى نتكلم ايه اللي ممكن يحصل وايه اللي مش ممكن يحصل. وهو ده الحلقه اللي هتظهر بكره بعد رابطه الانديه ما تعلن اللي هو العقوبات بتاعت الانديه كلها بسبب الجوله اللي هي الاولى في الدور الثاني. ايه اللي هيحصل ما احناش عارفين. ده غير ان في كلام بيتقال ان وزير الشباب والرياضه في اجتماع خلال الساعات القادمه مع كابتن محمود الخطيب. وبرضه كابتن محمود الخطيب هو قافلها ضبه ومفتاح، لان هو لو كان عايز يوافق كان وافق بالبيان اللي هم عملوه مخصوص للنادي الاهلي يوم المباراه الساعه 7 قبل المباراه بساعتين ونص. الحاجه الوحيده اللي تخليك تضحك انك انتوا شايفين المشاكل دي من قبلها. وفي نفس الوقت النادي الاهلي لما جه اتحرك عمل بيان، وبعد البيان نادي وزير الشباب والرياضه راح جاب تحكيم سعودي مخصوص عشان خاطر المباراه. طب لما انتوا في ايديكم انكم انتوا تجيبوا حكام، او حصلت بعد البيان بتاع اللي كانوا عايزين النادي الاهلي يعمله، وفي الاخر لما وزير الشباب والرياضه جاب تحكيم سعودي في خلال ساعتين كانوا جايين. طيب ايه لازمه الوقفه، ولا ايه لازمه اللي حصل، ولا ايه لازمه العطله اللي انتوا عملتوها، وايه لازمه ان انتوا تحطوا العقده في المنشار وان هو لازم المباراه تتلعب بالتحكيم المصري او تحت قياده محمود بسيوني؟ يعني لما انتوا في دماغكم او انتوا سهل جدا انكم انتوا تجيبوا تحكيم ليبي وطقم تحكيم سعودي انت معايا ولا مش معايا؟ يعني انتوا مركزين معايا؟ لما انتوا في ايديكم ان انتوا تجيبوا الناس دول كلهم، ليه مش جبتوها من قبلها بيوم ولا قبلها بيومين؟ لا، جايبين تجيبوا تحكيم سعودي وجه مخصوص، وفي الاخر رجع برضو مخصوص. يعني جه في طياره خاصه ورجع في طياره خاصه، وفي الاخر طب انتوا فين من قبلها؟ طب التحكيم ده كان فين من قبلها بيوم ولا قبلها قبل البيان ما يطلع؟ ما تفهمش. يقول لك ضيق الوقت ومش ضيق الوقت ومش هينفع نجيب حكام ومش حكام والكلام ده كله، وفي الاخر جابوا الحكام. علامات استفهام كتيرة قوي على هاني. ده يا راجل بيقول لك في كلام بيتقال ان هنا ابو ريده لما جه يتكلم بقول لك